عايز تعرف البرد هيخلص امتى؟ هقولك. أجدادنا في مصر القديمة اتكلموا عن البرد وسموا الفترة دي بأربعينية الشتاء. طبعا هلاقي واحد لطيف هيكتب لي في التعليقات قصدكم 44. شايفاك يا خفيف، وعقابك هو انك تشمع الفتلة علشان احكي لك. بص يا جنرال، في 40 ليلة من 25 ديسمبر ل 2 فبراير متقسمين ل 20 ليلة سود و20 ليلة بيض. برضه هيطلع لي واحد ألطف من اللي قبله وهيقول لي قصدك بيض ولا جبنة؟ لا كده كتير بقى، أنا عايز أركز. شوف يا بيبي، ال 20 ليلة البيض متقسمين ل 10 ليالي كوالح من 25 ديسمبر ل 3 يناير، وفي 10 ليالي طوالح من 4 يناير ل 13 يناير. طب وال 20 ليلة السود؟ أسئلتك كترت وفرهطتين، بس هقولك دول بقى متقسمين ل 10 ليالي موالح من 14 يناير ل 23 يناير. استنى عندك، أنا ما خلصتش كلامي، لسه في الصوالح، ودول بقى يا برنس من 24 يناير ل 2 فبراير. واحد هيسألني ويقول لي أيوة يعني البيض أحسن ولا السود؟ شوف، رغم إنك حشري بس أنا هقول لك حاجة، في الليالي السود يفتح كل عود. جدودنا كانوا بيحبوا الليالي السود لأن الدولة طبعا زراعية، ودي الفترة اللي بيثبت فيها بذور الزرع في الأرض ويبدأ ينبت. طب كده خلاص ولا إيه؟ أنت شكلك بتاع مشاكل وجاي تحرق لي دمي، بس أنا هوريك البرود على أصله. ليه بقى؟ علشان لسه في 10 ليالي اسمهم العزازة، ودول من 2 فبراير ل 11 فبراير، والجو بيتقلب فيهم ما بين البرد والدفى. وبعدهم في 3 ليالي اسمهم قرة، ودول البرد بيكون فيهم قارس جدا. واخرهم في 14 فبراير، وبكده ينتهي موسم البرد تماما. يا بيبي مصر جت وبعدين التاريخ اتكتب. ونوي